السلام عليكم. لو انت اكتشفت مؤخرا ان انت عندك اعراض من اعراض مقاومة الانسولين، او عملت التحليل ولقيت عندك مقاومة انسولين، عشان اعالج الموضوع ده لازم تبقى فاهم ان السبب والعلاج هو في الانسولين. المشكلة ان انت بتاكل اكل كتير بيسبب ان الانسولين يطلع بصورة كبيرة، ولما بتكرر ده كذا مرة في اليوم ده بيخلي الانسولين يطلع بصورة كبيرة، ومع الوقت تبدأ الخلايا بتاعة الجسم تبقى مقاومة للانسولين، فيبقى الانسولين ملوش تأثير، فالبنكرياس يطلع كمية انسولين اكتر، وفي نفس الوقت الخلايا بتاعة الجسم جعانة، هيبقى عندك سكر الدم عالي وعندك خلايا الجسم لسه جعانة، فتلاقي نفسك بتاكل بكميات اكبر، ومع الوقت تلاقي ان محيط الوسط يبدأ يزيد ويبدأ يبقى فيه شراهة. فعلاج مقاومة الانسولين هو عن طريق تنظيم الانسولين. تنظيم الانسولين ازاي؟ بحاجتين. اول حاجة ان انا اعمل صيام متقطع. صيام متقطع يعني تحدد وجباتك في اليوم، وبين الوجبات ممنوع الاكل، في شرب في خلال اليوم عادي جدا، مشروبات بدون سكر، وبنظم عدد وجباتي. الحاجة التانية ان انا اقلل النشويات في اكلي، يعني انا همشي صيام متقطع ولو كارب او نشويات قليلة. نشويات قليلة يعني هقلل، يعني خليك اتجه ناحية النشويات الصحية، يعني البقوليات زي الفول زي العدس زي اللوبيا، مثلا حاجة زي البطاطس المهروسة أو زي البطاطا المسلوقة. دي مصادر نشويات صحية، دي اللي هتدخلها في أكلك مع الطبيخ مع البروتين مع الشوربة. ده الأكل الصحي. كل زي ما أنت عايز مفيش مشكلة، بس حدد عدد وجباتك في اليوم، وممنوع الأكل بين الوجبات. مع الوقت واحدة واحدة هتنظم إفراز الأنسولين، ومع الوقت حساسية الأنسولين هتبدأ ترجع تاني، والأعراض اللي كانت موجودة هتبدأ تختفي. لكن لو انت رجعت لنفس العادات القديمة اللي كانت موجودة، فطبيعي ان الأعراض اللي كانت ظهرت واختفت تبدأ ترجع تاني مرة تانية. شكرا.